أهلا. أنا لما كنت بتفرج على الحلقة الأولى من قصة تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل، كنت قلت هكتب مراجعة كاملة وتفصيلية لكل الجوانب، إيجابية بقى أو سلبية. لكن بعد ما انتهت القصة دي فكفاية قوي عليها الفيديو ده واللي كاتب فيه النقاط اللي هتكلم عنها، لكن بشكل سريع وبدون أي تعمق في الأحداث، لأن المسلسل مش مستحمل الصراحة. وخلينا ندخل في الموضوع على طول، ويلا بينا على المراجعة. اولا كده فقصة تحت الحزام هي قصة من مسلسل حدث بالفعل، واللي مكون من 15 حلقة، وكل 3 حلقات قصة جديدة. يعني اجمالي القصص هيكون 5 قصص. وقصة النهاردة من المسلسل هي عن دكتورة نفسية بتخطف خطيبة ابنها يوم فرحها علشان حست انها هتاخد منها ابنها. وبنشوف بقى في احداث المسلسل الحكاية دي هتاخدنا لحد فين. القصة دي من بطولة غادة عبد الرازق وسلمى ابو ضيف وخالد انور، والعمل من تأليف فادي النجار، وده أول أعماله، ومن إخراج محمد الرشيدي، واللي كان مخرج فيلم ماكو ده لو لسه حد فاكره. خلصنا من تعريف المسلسل وصناعه، نيجي بقى الرأي لكن بالتفصيل في كل صناع العمل. وخلينا نبدأ بالممثلين وشخصياتهم في المسلسل ده. طبعا هبدأ الكلام بغادة عبد الرازق، واللي هقول عن دورها وأدائها بدون كانوا إحدى نقاط القوة في المسلسل ده، واللي هما نقطتين بالمناسبة. هي متعودة على الأدوار السيكوباتية دي، لكن العمل ككل ما كانش مكتوب كويس ولا تم إخراجه كمان كويس، فكانت كأنها بتحارب لوحدها. وهنا لازم يتوجه لها سؤال: قبلتي ليه بالدور رغم ضعف الكتابة الواضح؟ سلمى أبو ضيف أدائها كان في العادي منه، لا أنا متأثر في لحظات قلقها أو خوفها ولا متضايق، عادي. خالد أنور دور سيء جدا يا خالد بيه، ويا ريت تختار أدوارك بعد كده، أنت مش لسه في مرحلة انتشار يا عم خالد، افهم دي. ومش هتكلم بقى عن الممثلة دي واللي قامت بدور صديقة البطل، علشان أنا هنا من أدائها، خصوصا وهي بتلعب بوكس ولا لما بتحاول تعمل فيها عميقة حاجة. العمل ككل اللي عجبني فيه هو قصته وأداء غادة عبد الرازق وبس. لكن ما تكلمنيش بقى في حبكة للمسلسل ولا ايه الدليفري اللي كان غادة عبد الرازق بتشتغله في المسلسل ده، ولا حاجات تانية كتير ممكن افصصها قدامك تخليك تقول ان ده مسلسل نص كم جدا. وسيبكم بقى من المطبلاتية اللي بيقولوا اجمد واقوى وصيغ المبالغة في العيال المتنية دي. تحت الحزام قصة كويسة ومشوقة جدا كمان، لكن اتعملت بشكل ضعيف من مؤلف ومخرج لسه مش متمكنين من ادواتهم. حتى نهاية المسلسل مع انها نهاية حقيقية زي ما مؤلف العمل ما قال، لكن انتم معرفتوش تقدموها بالشكل الفني المناسب اللي يخليها نهاية صادمة بالنسبة لي. دي قصة اتسرقت يا اساتذة. وتقييمي لقصة تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل هو 4 من 10. وهنزل لكم فيديو بعد انتهاء كل قصة من المسلسل واقول لكم رأيي فيها، وبعتذر عن اي تأخير حصل الاسبوع ده. شكرا لكم جدا على مشاهدة المراجعة دي، ولايك وسبسكرايب بقى عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.